مساء الخير على حضراتكم. الفترة الجاية دي أظن إن هيبقى في سؤال بيطرح كتير. أنا لو مشتري وحدة فيها إيجار إلزامي وجه ميعاد الاستلام والشركة ما سلمتنيش، إيه الإجراء المظبوط اللي أنا أقدر آخده؟ أولاً أنت ليك كذا إجراء تقدر تاخده، بس قبل ما تاخد أي إجراء راجع العقد بتاعك. العقد بتاعك فيه ميعاد استلام محدد أنت مكتوب لك فيه إن أنت تستلم في ميعاد كذا، وبنود الإيجار الإلزامي مثبتة في العقد ولا بملحق مع العقد؟ لأن كل حاجة وليها حاجتها، كاتبين على نفسهم شروط جزائية ولا لأ؟ فراجع العقد بتاعك، وأول حاجة تعملها بكل هدوء تروح للشركة. إحنا ميعاد استلامنا كمان 6 شهور، وأنتوا لغاية دلوقتي ما خلصتوش الوحدات بتاعتكم، فإيه العمل اللي أنتوا هتعملوا إيه؟ قال لك لأ أصل إحنا لسه لينا سماح 6 شهور بعدها، لينا سماح سنة بعدها، مكتوب اللي عند حضرتك في العقد. قول لهم طيب خلاص أوكي، بس المشوار بتاعك دوت بيفهمهم ان انت خلاص اوريدي مركز وبتدور على حاجتك. لو بقى قالوا لك لا احنا يعني حصل ظروف طارئه، فالمفروض ان انتوا تسلموني في ميعادكم. فاول حاجه تعملها تيجي على ميعاد الاستلام بتاعك بقبليه كده بشهر ولا حاجه، وتروح تطلب النجده، وتيجي تعمل محضر للشركه في نفس المكان بتاعك، ومحضر الاثبات دوت تاخده وتروح للشركه. دلوقتي انتوا ما سلمتونيش في الميعاد بتاعي، فانا هتوقف عن الاقساط بتاعتي. ممكن بعد اذنكم توقفوا لي الاقساط، ورفضوا للموضوع دوت حضرتك تلجأ ساعتها لمحامي بيرجع للقضاء، وتوقف الاقساط بتاعتك وتنتظر لغايه لما يبداوا يدوك الاستلام بتاعك والعائد الايجاري بتاعك، وربنا يسترها وان شاء الله ما يحصلش الموضوع دوت. بالتوفيق. ما تنسوش تعملوا لنا فولو او سبسكرايب عشان تتابع كل جديد في السوق العقاري.